يا الله. طبعا أول شي الحمد لله على سلامة الشعب السوري الشقيق، شعب سوريا الحبيبة. اليوم شفنا هذا الشعب عنده مناسبة ومحتفل بالشوارع وبالمدن، كافة المدن والمحافظات، وخاصة دمشق العزيزة علينا، دمشق العروبة والإسلام. فرحنا حقيقة لهذا الشعب السوري اللي نعرفه. إن شاء الله هذا الشعب اللي شاف العذابات والدمار والتهجير وصعوبة الحياة بالمهجر، وشعب رجعت له كرامته ورجع لأرضه، إن شاء الله يعمرها ويطورها ويرجع مثل قبل وأحسن. الحمد لله على سلامة هذا الشعب، الشعب السوري الشقيق، شعب سوريا الحبيبة. إن شاء الله يرجع أحسن من قبل. هاي أولا. ثانيا موضوع الجنوب السوري واشتباك بلدة بيت جن. الكثير يسأل أنتم ليش تتابعون أحداث سوريا أكثر من بلدكم؟ أولا سوريا عزيزة علينا. ثانيا مصير سوريا والعراق واحد، والاستهداف الصهيوني للعراق وسوريا هو واحد. فاللي نسمعه اللي سمعوه بالإعلام والمناكفات وبالتواصل الاجتماعي والطائفية وغيرها، والشتائم والتسقيط والتشويه، هذا كله عفو على جنب. الشعب السوري هسه ما أدري، يقولون قسم 25 مليون، قسم يقولون 30 مليون صار، قسم يقولون 31 مليون، قسم يقولون 26 مليون. المهم إذا 25 مليون فأنا أقولكم لا 50 مليون. إذا 30 مليون أنا أقولكم لا 60 مليون. إيش ما كان العدد ضربوه ضعف مرة أخرى. ليش؟ شنو السبب؟ اللي شفتوه ببيت جن، منطقة بيت جن، من اشتباك ومن شباب عرسان عافوا حياتهم ونهضوا انه يتصدون لهذا العدو الصهيوني. قبلها صارت في بلدة نوى الكوية بأطراف